حماده حماده خد، عايزك في حوار كده. تعال، هو انت هتسرق العربيه على الساعه كام كده يا حماده النهارده؟ ها اظن واقفه بقى، يعني كده كده هتسرق. اللهم صل على النبي، يعني ربنا ما يقطعها لك عاده يا ابني. هتسرقها على كام كده؟ يعني على 9 كده. 9؟ 9 حلو برضه. 9 تلحقوا تسافروا كله على البنزين بتاعك، مش مشكله يا حماد. المهم يا ابني، انا عايزك وانت نازل الساعه 9 ده تعدي على الصاله، هتلاقيني انا قاعد انا وامك على الكنبه كده، واخد بالك، ما بنعملش حاجه. فانا عايزك تدخل تقول لي بقى عمك تعبان واتصل وقال لازم نروح له دلوقتي. وانت طبعا امك ما بتطيقش عمك ده، فاللي هو ولا هتيجي معانا ولا هتعبرنا طبعا. فانا هننزل، انا اروح على القهوه وانت تخلع بقى تشوف انت رايح فين. ماشي يا حماده؟ المهم انزل يا حماد. ما تنساش عمك اتصل وتعبان ولازم نروح، ما تنساش يا حماد. عشان اظبط وكده بقى. تسلم يا ابني، تسلم. كل سنه وانت طيب. ماشي يا حماد، رجول. ماشي. حماده حماده. ايه يا حاج، في ايه؟ افتكرت. بابا، انا في واحد صاحبي كلمني كان ابوه تعبان، فيعني محتاج ياخد حقنه ضروري، فبعد اذنك يعني هاخد العربيه وانزل اوديهم المستشفى. ابو مين اللي تعبان يا حماد؟ ابو مين اللي تعبان يا ابني؟ ده تعب امتى ده؟ انت عمك كويس؟ كويس. عمك كويس؟ ربنا يديله الصحه يا رب. فانت عايز العربيه بقى تنزل تودي ابو صاحبك ياخد حقنه. لا وماله، ليله الوقفه مش كده؟ ابو صاحبك تعب ليله الوقفه، ده اكيد افور بقى ولا حاجه، مش كده؟ ده الدنيا. بس يا حاجه، بس يا حاجه، بلا يا عيني بلا نيله دلوقتي، انت مش فاهمه حاجه. لا ماشي يا حماد، ماشي طبعا لكن انت عمك كويس مش كده؟ طب مش عايزني معاك مثلا ولا حاجه؟ عارفين المستشفى انتوا هتعرفوا تدخلوا يا ابني والكلام ده، انا جدع يعني ممكن. لا لا لا، استريح انت يا حاج، مش مستاهله والله. استريح. ماشي يا حماد، ماشي ماشي يا ابني، ماشي يا ابني. يا حاج. لا ابن حلال، ما انا عارف حماده ابن حلال، حماده ابن حلال قوي. ده انت خلفتك خلفه اقسم بالله. استغفر الله العظيم يا رب. اتفضل يا حماد، اتفضل وديه يا ابني ياخد حقن. وديه ياخد حقن، الله يحفظك. ايوه يا حاج علي، اخبارك ايه؟ كل سنه وانت طيب، عيد سعيد عليك يا رب ان شاء الله. هو انت هتذبحوا يا حاج علي او حاجه؟ بس انا شايفك وانت مروح عجل، اللهم صل على النبي. كان لا لا لا، مش عجل كان معاك يعني، اللي هو انت دخلتوه الجراج ده، حاجه يعني بسم الله ما شاء الله. هتذبحوا باين مش كده؟ ربنا ما يقطعها عاد عليكم يا رب ان شاء الله. وحلو الذبح بقى يا حاج علي. بيقولوا الفخده بترمي لحمه كتير، انا اسمع بقى، انا اسمع بيقول لك بترمي لحمه يعني صافي. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. يعني لو عايز تهدي حد من حبايبك ولا حاجه، بيقول لك اديله من الفخده دي، يعني معروف. وانا حبيبك يعني، انا مش هتوصى بقى، خد بالك. الله يكرمك، الله يكرمك يا حاج علي، الله يكرمك. معاكوا في الفخده بقى. الله يكرمك، سيبك من الكيس اللي هو بتوزنه لي بالعظم ده، عشان بيجي ما بلاقيش في حق. الله يكرمك. لا لا لا، انا متصل اطمن عليك على فكره، اوعى تكون فاكر ان لا لا، انا متصل اطمن عليك. الله يكرمك يا حاج علي. اول يوم بقى ولا تاني يوم؟ لا لا ولا حاجه، براحتك طبعا، براحتك. ماشي يا حاج علي، مع الف سلامه، مع الف سلامه. مع الف سلامه. بعت لي كيلو الا ربع عظم السنه اللي فاتت، ويقول لك بنذبح وبتاع. بابا، يا حماده، في حاجه ولا ايه؟ كنت محتاج 5000 جنيه. وانا كمان والله يا حماد، انا محتاج يجي 10000 مش 5 بس يعني. يعني الدنيا فعلا خير يا حماده، في حاجه ولا ايه؟ كنت عايز اجيب هدوم العيد بقى وكده. هتجيب هدوم العيد ايه يعني؟ انت عارف حد كويس هتشتري منه يعني ولا دي؟ انا مش عايز يا ابني. تجيب لنا كلنا ولا دي ايه دي اللي انت لا بتقوله؟ كلنا ايه، انا لوحدي. انت هتجيب هدوم العيد لوحدك اه. ب 5000 جنيه؟ وبعدين؟ وبعدين ايه؟ ايوه وبعدين، يعني هتبيعهم بقى ونكسب ولا دي؟ مش دي مشروع يا حماده؟ مش اللي انت بتقوله دي فلوس مشروع ولا دي ايه اللي انت مشروع ايه؟ هدوم البسها. هتلبس ب 5000 جنيه؟ هدوم يعني ب 5000 جنيه؟ اه. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. انا عاجبني يالا العشم اللي انت عايش بيه ده. والله انا عاجبني. انت شايفني ازاي يعني؟ انت شايفني رجل اعمال او حاجه، فبتخش دخلاتك الثقه دي بتبقى عجباني قوي. والله يا حماد، بس انت العشم بيسوحك الصراحه يعني. انا مش عايز اقول لك يا حماد، انا يوم ما دفعت 5000 جنيه على بعض، اخر مره دفعت فيها 5000 جنيه على بعض كانت شبكه امك. والله خش اسال، ده انا كنت عامل مناحه يومها. والله. بس انا مش عارف يا ابني انت جاب الثقه دي منين. ده انت حاجه توكل على الله يا حماد، توكل على الله، الله يكرمك. توكل على الله. 5000 جنيه ده انت شحط يالا هدوم العيد ايه؟ مش عارف انا 5000 جنيه. خلاص خلاص، خد انت مكشرت ليه كده؟ خد تعالى، اصل انت بيوصوني عليك كتير. خد تعالى. بقول لك يا حماد، انا زي ابوك برضه، واخد بالك، فاعمل معاه الواجب يعني. الحوار دي يتلم بكام؟ اخرتها يعني تتلم بكام الدنيا دي؟ بيني وبينك 2000 جنيه. 2000 جنيه؟ ده اول كلمه كده نزلت عن النص. ده انت يالا، ده انت قد ايه انت حرامي شريف. والله انا بيعجبني فيك ان انت حرامي بس امين يعني. انت مش بتسرق وخلاص كده، لا السرقه برضه لها. اللهم صل على النبي عليك، اللهم صل على النبي. ماشي يا حماد، ماشي يا سيدي، خلاص يكونوا عندك بكره يا سيدي. كل سنه وانت طيب، ان شاء الله هجيبهم لك بكره. ماشي، ما فيهاش مشكله. بس بعمل حسابي معاك بقى في قميص كارو ولا حاجه. ماشي يا حماد، ماشي. وجزمه، الله يكرمك، كنت عايز جزمه لان انت شفت الدنيا اتبهدلت. الله يكرمك برضه في ال 2000 جنيه. ماشي.